أصدقائي صديقاتي، ها واحد السلام عليكم. الكتاب اللي غنشرح ونلخص لكم اليوم واعر ديال بصح. غتقولوا لي إن كتاب وكيفاش؟ إوا غير تذكير خفيف ظريف للناس اللي لا تحقوا بالقناة. فبالموازاة مع الفيديوهات اللي كندير على الأحداث والمعلومات اللي كنشاركها معكم، قررت نبدأ سلسلة جديدة في القناة اللي غنجيب فيها كتاب وماشي أي كتاب. فأنا غنقلب ونختار لكم على كتاب اللي عامر بالإفادة، كتاب اللي غيغير لكم حياتكم كيف ما غيرها الناس بزاف من قبل. والهدف ديالي بطبيعة الحال هو نعطيكم العصارة اللي فيه باش تمشي تطبقها وانت مغمض عينيك، وهادشي كامل بالدارجة باش كلشي يستافد. نسدوا القوس ونرجعوا. الكتاب اللي اختاريت لكم باش يكون هو الأول في هاد السلسلة سميتو Atomic Habits، وبالعربية العادات الذرية. هاد الكتاب كيتعتبر من أشهر الكتب اللي كاينة في السوق، والكاتب ديالو أو مولاه هو جيمس كلير، وهو براسو من أفضل وأحسن المؤلفين في أمريكا، وخرج بزاف ديال الكتب. الهدف ديالها الأساسي هو تغيير الناس إلى الأفضل. وباش تعرفوا باللي السيد راه واعر ومتمكن من المجال ديالو، فراه هو مؤسس أكاديمية العادات، ومؤسس أيضا ديال موقع متخصص في تدريب الشركات والأفراد باش تكون عندهم عادات مثالية في الخدمة أو الحياة العامة. يعني السيد بالمصطلح ديالنا كاين وواصل في الدومين. أرى دابا هذاك الكتاب نعصروه ونشوفوا شنو فيه. إوا سيادنا كتاب فيه 304 ديال الصفحات، يعني إلا بغيتي تقراه خاصك واحد اليومين حتى ثلاثة، وإلا بغيتي تقراه وتفهمه وتقيد الاستفادة اللي غتخرج منه خاصك واحد جوج حتى ثلاثة سيمانات. وإوا باش ما تضيعش هذاك الوقت خليك معايا وركز مزيان. أول حاجة خاصنا نعرفو شنو هي بعد العادة. العادة هي أي تصرف أو لا سلوك أو لا فعل كتقوم به بشكل متكرر في حياتك، سواء بشكل يومي أو لا أسبوعي أو لا حتى شهري. يعني كتبقى تعاود فيها في حياتك بطريقة عادية وتقدر ما ديهاش فيها كاع. مثلا كتفيق في الصباح، كتمشي تغسل وجهك وسنانك. هادو تقدر ديرهم وانت ما مفكرش فيهم. واضحة الفكرة ياك؟ ايوا مزيان. دابا انت ولا انت اللي كتسمعوني، راه الوضع الحالي ديالك عبارة عن تراكمات ديال العادات اللي تقدر تكون إيجابية كيف ما تقدر تكون سلبية. فإلا كانت أغلب العادات ديالك إيجابية غتكون حياتك إيجابية، والعكس صحيح. يعني إلا كانت أغلب العادات ديالك سلبية فعلى العموم الحياة ديالك غتكون سلبية. النقطة الثانية، أهمية العادات في تطوير الذات. بزاف من الأشخاص وحتى أنا منكم باغيين نغيروا حياتنا، ولكن القليل فقط اللي كيبغي يغيرها بشكل تدريجي، يعني درجة درجة. وكيف ما خلاها الشاب بلال، درجة درجة إلا بغيتي تطلع وعندك غير طيح. هذا غير في إطار المستملحات. نرجعوا. المهم بزاف كيسحاب ليهم باللي يقدر يغير حياته 180 درجة بين ليلة ونهار، وهاد الفكرة راه مغلوطة تماما. حيت العادات خاصها وقت طويل باش تبنى أو لا تحيدها، في حالة ما كانت عادة سلبية ومديرونجياكم ولا مبرزطاكم. غتقول لي علاش؟ لأن الأجسام ديالنا كتقاوم أي تغيير ولو يكون بسيط، فما بالكم بالتغييرات الكبيرة. شوف غير الواحد ملي كيبغي يطلع شي فورمه شحال خاصو ديال التمارين والانضباط والمجهود في الاسبوع، وهذا الشيء على مدى سنوات باش يلاه كيوصل لهذاك الجسم اللي باغي. بطبيعه الحال ما كنهضرش على صحاب الدوباج اللي كينفخ في راسو بالزربه، انا كنهضر على الناس اللي باغيين يوصلوا النتيجه بطريقه طبيعيه. ناخذ مثال اخر. تخيلوا معايا باغي نطلعوا دار او عماره فيها 4 ديال الطوابق على رجليكم، وعندكم جوج انواع ديال الدروج. الدروج الاولين كل درجة فيها نص مترو، والدروج الثانيين كل درجة فيها 20 سنتيم. دابا الا جيت تطلع في الدروج الاولين، في الغالب غدير 4 حتى ل5 درجات وغتعيا، وتقدر ما تكملش كاع. علاش؟ لانك كدير مجهود كبير في كل درجة واحدة. اما الا مشيتي في الدروج الثانيين اللي العلو ديالهم غير 20 سنتيم، واخا غيكونوا الدروج كتار بالمقارنة مع النوع الاول وغدي لك وقت كتر، ولكن دغيا غدوز الدرجة، وبالتالي الاحتمال انك توصل للاخر كبير بزاف، ونقدر نقول لك كاع مضمون لانك ما كديرش مجهود بزاف. بصيغه اخرى اولا العبره اللي نستخلصو هي الا بغيتي تتعلم شي حاجه ما ديرش ليها 4 سوايع في النهار و4 ايام في السيمانه، لا.
عطيها سيدي غير واحد نص ساعة في النهار، وديرها كل نهار باش ما تعياش. الهدف راه هو الاستمرارية، ماشي الهدف هو انك دير مجهود في الاول وتعيا وتحبس، لا. الهدف او العبرة كيف ما تيقولوا هو في الاستمرارية، لانك ملي غدير هذيك 30 دقيقة فراك ما غتحسش بها، غتجيك بحال لا والو، وبالتالي غادي تعاونك انك تكمل هذيك العادة او التعلم ديال هذيك العادة. في الحقيقة الاخوان ديالي، وانا كنوجد الحلقة بان لي بلي الكتاب فيه بزاف ما يتقال، وباش الحلقة ما تجيش طويلة فانا قررت نقسمو على جوج او حتى 3 اجزاء. في الاجزاء الجاية غادي نشرح لكم شنو هي الخواص والمراحل والخطوات اللي خاص الواحد يتبع باش يبني عادة او لا يحيدها. نخليكم دابا بعد تهضموا هذا الشيء اللي شرحت في هذه الحلقة، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. من تما خليت لكم السلام.